هذا واحد الرايب اللي ناجح 100% وكيعطينا واحد الكميه اللي هي كثيره بمكونات ديالو اللي بسيطه، بلا رغوه بلا كشكوشه، ما كيحتاجش نطحنوه، وكيجي المذاق ديالو يا سلام، وكيجينا عاقد وناجح 100%. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناه وصفه بطريقتي. نبداو على بركه الله. في هذا الرايب اول خطوه فيه غادي نحتاجو نص لتر ديال الحليب اللي غادي نضيفو ليها 4 المعالق ديال السكر سنيده وواحد الفاني، وغادي نخليوه حتى تيغلى مزيان، عاد نقدروا نطفيو عليه. مع التحريك من طبيعه الحال غنحركوه واحد شويه ونخليوه حتى كيطفيض لينا الحليب. بالنسبه للسكر، السكر تيبقى على حسب الذوق. 4 ديال المعالق كتجيك الحلاوه هي هذيك، كتجي مزيانه. الا ما كنتيش كتاخدي السكر بزاف تقدري ديري 3 ديال المعالق حتى هي كتجي مزيانه، غير هو ما كتكونش ديك الحلاوه الباينه، ولكن راه كيجي مزيان. من طبيعه الحال ما كنتيش كتاخدي السكر كاع ما ديريش كاع نهائيا، والا كنتي كتاخدي الحلاوه بالزايد فوتي 4 ديال المعالق، تقدر ديري 5 ديال المعالق حتى 6 ديال المعالق الا كانت عزيزه لك الحلاوه بزاف. بالنسبه للخطوه الثانيه ديال الرايب ديالنا، كنحتاجوا واحد الياغورت بالنكهه ديال الفاني، وكنحتاجوا نص لتر ديال الحليب. صافي، هادو هما المكونات اللي عندنا كاملين في الرايب ديالنا. يعني كنحتاجوا لتر ديال الحليب، وكنحتاجوا واحد الفاني و4 المعالق ديال السكر سنيده، وكنحتاجوا ياغورت بالنكهه ديال الفاني. كناخذوا واحد الكاسرونه ولا واحد الاناء، كنوضعوا فيه داك الياغورت ديال الفاني، ومن بعد كنضيفوا ليه الحليب شويه بشويه وحنا كنخلطوا. بطبيعه الحال الحليب كيكون بارد صافي، ومن بعد كنبداو نخلطوا بواحد المعلقه مزيان، وكنضيفوا الكميه المتبقيه ديال الحليب. اهم حاجه هو دوك الكويرات اللي كيبقاو ديال الياغورت ما يبقاوش باينين لينا وسط داك السائل ديال الحليب، يعني كيكون الحليب ما فيه حتى شي حاجه، كيكون عادي. من بعد ما خلطت الياغورت ديالي مع الحليب، كنمشي نشوف داك الحليب الاخر اللي خلطت مع سنيده والفاني. هو من بعد فاض لينا خاص يكون بحال هكا، يفضل لكم بحال هكذا صافي. من بعد كنطفيو عليه. من بعد غادي نجيب الحليب اللي فيضت اللي طيبت، غادي نضيفو على الحليب البارد اللي خلطت مع دانون. غنبقى نضيف عليه شويه بشويه، ما تضيفوش كلشي الكميه في خطره واحده، ضيفوا عا شويه بشويه حتى كتخلطوا كاع الكميه كامله صافي، حتى كتخلطوهم كاملين. من بعد ما كنخلطهم كاملين مجموعين، كنخلط الحليب اللي بارد والحليب اللي طيبناه، كنخلطهم كنحركهم واحد التحريك خفيف. كيف ما كتلاحظوا انا راه ما كنطحنوا ما حتى شي حاجه، كنخليه هكذاك، لان هذاك الطحين راه هو اللي كيخسر لنا الرايب ديالنا. حيت بزاف ديال الناس عندهم واحد المعتقد انه باش يصدق لنا الرايب ديالنا خاصنا نطحنوه. لا، راه فكره خاطئه. راه الطحين ما عنده حتى شي علاقه باش الرايب ديالنا يجينا عاقد وباش يصدق لينا. بالعكس، داك الطحين اللي كنطحنوا الرايب ديالنا، فاش كنطحنوا داك الحليب راه كتطلع لنا واحد الكشكوشه وواحد الرغوه كتكون زايده وكتخسر لنا الحليب ديالنا. دونك كنبقاو نصفي حنا فاش كنطحنوا، كتطلع ديك الرغوه وديك الكشكوشه، كنبقاو نحيدوا في هذيك الرغوه ونحيدوا في هذيك الكشكوشه، وكنصدقوا مضيعين بزاف ديال الكميه ديال الحليب. وحتى ديك الرغوه كتجينا في الكيسان من الفوق ما تيجيش الشكل ديالهم زوين نهائيا. الخطوه الثالثه ديال الرايب ديالنا باش ينجح لينا، كناخذ الطنجره وكنوضع فيها الرايب ديالنا. انا هذيك الكميه اللي عطاتني ديال اطروه الحليب وكاس ديال الياغورت عطاتني 8 ديال الكيسان. كناخذ واحد الطنجره، كناخذ طنجره ديال الضغط، كنوضع فيها الماء طايب. هذه الخطوه مهمه بزاف باش ينجح لكم الرايب ديالكم. كنوضعوا فيها الماء طايب وكنسدوا عليها ديك الساعه نيت. اين فوا كنكبوا الماء غليان خاصنا نسدوا الكوكوط ونعملوا لها الصفاره. ضروري هاد الخطوه بالنسبه للرايب باش ينجح لينا. راه الا سديتي عليها بالماء بارد ولا خليتي الماء حتى برد، راه الرايب راه ما غاديش ينجح لك. ماشي ضروري ديريها في الكوكوط صفر في الطنجره ديال الضغط، عفوا ديري في واحد الطنجره، اي طنجره عندك. غير هو الخطوه ديال الماء طايب مهمه. ينفع انك كتكبي الماء طايب وتسدي الطنجره، سدي عليها ديك الساعه ودوري عليها واحد الميكا وواحد الزيف وخليها في واحد البلاصه اللي تكون دافيه.
الوقت اللي كنخليو هذا الريب ديالنا باش يعقد لينا، يا اما تعمليه في الصباح وفي العشيه تفتحي عليه، ولا تعمليه في الليل والصباح تفتحي عليه. من الاحسن تعمليه في الليل، راه هو دغيا كيوجد، راه ما كتلقاي ما حتى شي صعوبه، دغيا كيوجد لينا، والصباح فتحي عليه. هذا الشكل ديالو النهائي كيفاش كيجي، وراه باقي ما بردش، راه فاش كيبرد راه كيزيد يعقد اكثر من هكذا. كيف ما كتلاحظوا ما كاينه فيه لا كشكوشه من الداخل لا حتى شي حاجه، كيبان كما كتشوفوا كيبان طبيعي من الفوق في الشكل ديالو، والمذاق ديالو كيجي لذيذ بزاف، احسن من ديال المحلابات. جربوه ان شاء الله، وانا متاكده انه غادي يعجبكم. وصلنا للنهايه ديال الفيديو، كنقول لكم بسلام عليكم وخليتكم على خير.